مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعيد الميداني، وكذا من أجل الإحداث الفوري للجنة بين وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال، التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لا سيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، تشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعامة، وكذا التعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بجميع مكوناتها من أجل تقديم الدعم ومواكبة المواطنين في المناطق المتضررة. وبهذه المناسبة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله فتبرع بالدم، وهي التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامن جلالته حفظه الله الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكلومة. كما تجسد زيارة صاحب الجلالة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس العناية الملكية السامية التي يحيط بها جلالة الملك حفظه الله ضحايا زلزال الحوز، وتكرس التكافل القائم بين جلالة الملك حفظه الله وشعبه في السراء وفي الضراء، بما يمكن المملكة المغربية من تجاوز الأزمات والتطلع إلى المستقبل بإقدام وبعزم. ونتابع فيما يلي تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية الدكتور خالد. تفرج الكلب، تفرج اش تقولوا تلبسوا لسيادنا سيدنا على راسنا وعينينا ملكنا العزيز، هو دابا تيعبد هاد المصابين اللي يجيبوا لهم راسهم ويديهم ياك كلاخ المبين تنفتخروا به.